بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس نجمع شوية ناس يخشوا معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك ميت عقبة الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا بكل متابعين صفحة ملوك ميت عقبة، يا رب تكونوا بخير ويوم سعيد عليكم يا رب، يوم جديد إن شاء الله. هارد لك النهاردة فوز الشباب السعودي على فريق نادي الزمالك، هارد لك لكل جمهور الزمالك العظيم، وهارد لك لينا كلنا. يعني هزيمة صعبة جدا وهزيمة غير مستحقة. الزمالك بيخسر من الشباب 1-0 في البطولة العربية، بيتأزم موقفه جامد في الصعود من المجموعة وتكملته في البطولة. هنتكلم معاكم فني شوية في الماتش وإيه اللي حصل فيه يعني، وبعض الأمور الفنية، وهكلمكم شوية على اللي حصل النهاردة. وبصبح طبعا على كل الناس اللي داخلين معانا وكل حبايبنا، وتعليقات مفتوحة اللي حابب يشارك بأي حاجة ويقول أي كلمة. بدر أهو بعت صعب نسعد. التعليقات مفتوحة معاكم، أي حد حابب يضيف أي حاجة يسأل أي سؤال أنا معاكم. وزي ما بقول كل مرة، ما تنسوناش بدعمكم بقى، لايك وشير للبث عشان نوصل لعدد كبير من إخواتنا الزملكاوية. لو أنت بتتابعني هنا على الصفحة، لايك واعمل متابعة للصفحة كده واعمل مشاركة. ولو انت بتتابعني على قناة اليوتيوب، لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل عشان يجيلك الجديد. واعمل لنا لايك برضو للفيديو كده عشان بنوصل بدعمكم وكده. المهم يعني، فخش معاكم في الموضوع. النهاردة الزمالك خسر. انا بقول الزمالك خسر النهاردة بفعل فاعل. ماتش كان في المتناول، ماتش الزمالك كان يقدر يكسبه. التفاصيل بتاعة الماتش ما خدمتناش خالص. التفاصيل بتاعة المباراة كلها من أول دقيقة. بدر بيقول لي صعب نصعد. موضوع صعب طبعا جدا. فريق النصر فريق كبير وكواليتي عالي وبيتدرج في البطولة، مستواه بيعلى ماتش مع التاني، لكن مفيش حاجة مستحيلة. بإذن الله الزمالك يقدر بدعم الجمهور وبدعائكم وإن شاء الله بمجهود اللعيبة. أنا بفضل ورا الأمل لآخر لحظة، ما برميش الفوطة، يعني من نوعية الجمهور اللي كده ما برميش الفوطة. إحنا الزمالك فريق كبير. هو المعطيات ما بتقولش اللي إحنا نوصل حتى من قبل البطولة. المعطيات ما بتقولش اللي أنت هتكمل واللي أنت هتعدي. كل الفرق بتدعم وكل الفرق بتعمل سكواد وبتدعم نفسها وبتستقر وبتعمل شغل كويس لنفسها. الا احنا طبعا الزمالك ما عملش ولا صفقة، ما دعمش بشكل كويس، فالموضوع طبعا صعب. لكن في مباراة النهاردة انا اقدر اقول للزمالك هارد لك. لعيبة لعبت بروح عالية جدا، لعبت باقصى امكانيات عندها، باقصى حاجة ممكن يقدموها. المدرب عليه بعض اللوم في بعض الحاجات، لكن طلع من اللعيبة اقصى حاجة ممكن يعملوها بشكل مميز جدا. حاجة في منتهى الرجولة. لكن النهاردة يا جماعة، قبل ما اكلمكم فني واللي حصل في الماتش ودخلنا فيه، الحكم حتى بعيدا عن ضربة الجزاء كان محجمنا بطريقة كبيرة جدا. كان موتر اللعيبة في أرض الملعب، كان باين جدا اللعيبة اتوترت جدا وما قدرتش تطلع أي حاجة. أي كرة علينا كانت بتتحسب فاول، أي كرة لينا كانت ما بتتحسبش أصلا. حسب علينا 5 إنذارات بطريقة فظيعة. حجمنا خالص في طريقة اللعب. ضربة جزاء من وحي الخيال ما تتحسبش، ولا المساحة ولا الزمن ولا وضع اللعيبة ولا الفرق الكوره ما بين الاثنين لعيبه يحسب ضربه الجزاء دي. مستحيل اي حكم في الدنيا، والفار اللي ناداني يحسبها. حاجه صعبه جدا. واضح جدا ان الكلام كله ان الفريق ده ما ينفعش يخسر. فريق ما يعني، حكم صعب جدا جدا في كل قراراته خلال المباراه. حجمنا بطريقه فظيعه. فرقه الشباب ما عملتش حاجه قدام الزمالك. الزمالك خلى الشباب وضعه سيء طول المباراه، اتحكم في المباراه بشكل جامد جدا على المستوى الفني. محمد صبحي لم يختبر. حتى ضربة الجزاء جت من على الجنب، كورة بتتلعب بالعرض جت علينا كده. محمد صبحي لم يختبر طول المباراة. ما صدش كورة، ما راحش على كورة، ما فيش كورة على المرمى. الشباب طول المباراة عامل تسديدتين
واحده على المرمى اللي هي ضربه الجزاء. الزمالك عامل 9 تسديدات، 4 على المرمى، لكن ما وفقناش ان احنا نسجل هدف. فالحكم النهارده كان ضدنا، المعلق كان مستفز جدا جدا لابعد مدى، كل كوره الله ويهيج ويعمل حاجات غريبه جدا، والله يا بنيجا. والماتش كله في نص الملعب، الفرقه اصلا ما دخلتش جوه منطقه الجزاء بتاعت نادي الزمالك بتاعتنا خالص النهارده. لكن كل حاجه كانت مستفزه، العوامل كلها كانت ضدنا. يا ريت اللي يخش معانا ما ينسناش باللايك والشير كده عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. الجزء الفني بتاع الماتش، قبل الماتش يا جماعه ممكن نكسب النصر ان شاء الله، ممكن نكسب النصر. طبعا فريق كبير وكواليتي اعلى مننا بكتير جدا، وامكانيات اعلى مننا، والماتش على ارض وسط جمهور، وجمهور النصر هيبقى اكبر من جمهور الزمالك بكتير. جمهور النصر بيحضر بكثافه وعارفين قيمته وتاريخ الزمالك، فهيجوا بكثافه جدا. لكن اللي انا بتكلم فيه والجزء الفني بقى والجزء الاصعب، اي حد واي مدير فني يا جماعه بيخش اي مباراه، انا بحترم اوساريو جدا، وعكس الناس كلها اللي مختلفه معاه وداخله معاه في مهاترات وقالت اللي هو ضيع المباراه مننا رغم ان الفريق ضعيف. لكن انا بحترمه جدا لان الراجل بيجتهد بطريقه كبيره جدا وبيشتغل بطريقه كبيره جدا، واي حد هيشوف التشكيله هيعرف ان الراجل ده بيذاكر الفرق اللي قدامه ونازل بفكره يلاعب بيها الفرقه. النصر داخل المباراه يا جماعه نص ملعبه هتان بهبري، كويلار اللي هو جاي من الهلال، بانينجا، 3 لعيبه كواليتي عاليين جدا بطريقه فظيعه ولعيبه مرعبه حرفيا. فانك تنزل تلعب بالطريقه بتاعت اوساريو اللي هو الجيم المفتوح والضغط العالي، الناس اللي موجوده في ارض الملعب بالكواليتي بتاعهم هيأذوك بطريقه كبيره جدا. لكن الراجل فكر ان هو ازاي يعوض فرق الكواليتي بعدد جوه في الملعب، اللي هو زود عمرو السيسي ومع دونجا ومع فتوح في نص الملعب، بتلعب ب3 و3 وراهم. لكن لما بتخسر الكرة بتلعب 4-2-3-1 الطبيعية او 4-3-3 الطبيعية، مع فتحي شيكا للجنب اليمين وزيزو ناحية الشمال. لكن الفكرة كلها مع الراجل، طبعا تنفيذ اللعيبه في الملعب كان صعب. لعيبه عمرو السيسي جودته قليله، ما كانش عامل الفرق ده الراجل. ومع ذلك الفريق بتاع الشباب الراجل قدر يقفل على مفاتيح اللعب كويس جدا في الناحيه الدفاعيه، ما راحوش ولا هجمه علينا. الراجل كان مقسم الماتش، كان واضح جدا اللي هو سايب المجموعه اللي بتقدر تخدم المجموعه الهجوميه اللي هو نيمار وعمر جابر للشوط الثاني، وسايب المجموعه اللي هي بتقدر تقفل، اللي هي بتقدر ما يخشش فيه الجون ويقدر يستحوذ على اللعب ويلعب بشكل سلبي عشان ما يخشش فينا جون. الراجل عمل الطريقه دي، لكن الحكم لعب في تفاصيل الماتش وتسبب ان يخش فينا هدف من ضربه جزاء من وحي خياله هو وحكام الفار فقط لا غير. الشوط الثاني الراجل دخل بالتركيبه بتاعته العاديه وغير وعمل التغييرات بتاعته المعتاده، ونزل عمر ونزل نيمار ونزل المجموعه اللي تقدر تسنده في الحته الهجوميه. الراجل نفذها بشكل جيد جدا، قدرنا نستحوذ على الماتش بشكل كامل. عمر جابر كان جيد جدا، دونجا كان جيد جدا، قربنا من المرمى اكتر، سددنا طبعا كالعاده. التفاصيل برضو زيزو جت في العارضه، كره شيكا عدت فوق ال 18، كره حمزه المسلوسي طلعت فوق العارضه، كور كتير الزمالك ما قدرش يستغلها وخسرنا كور كتير جوه ال 18. لكن الراجل قدر في نفس الوقت، طبعا الشباب ما كانش في فورمه بدنيه عاليه. اللعيبه الراجل لما اختار ان هو يامن، اتفاجئ خلال المباراه ان الفرقه اللي قدامه ما بتقدمش حاجه، عشان كده لجأ للتغيير ولجأ اللي هو يلعب بالطريقه الهجوميه بتاعته. في اللحظه دي الزمالك استحوذ على كل حاجه في الماتش، لكن في مشكلتين قابلوا الراجل في الماتش. المشكله الاولانيه وهي دي اللي بتكلم عليها من اول السيزون، ان الزمالك عنده نقص في الكواليتي، الزمالك عنده مشكله كبيره في انهاء الهجمات، الزمالك عنده مشكله كبيره في القرارات. فتوح النهارده ان هو الاحسن لعيب عنده كواليتي في المنطقه اللي ورا، الراجل في قراراته الشوط الاول كلها كانت سلبيه. يعني الكره اللي كان المفروض يسدد عملها بالعرض، والكره اللي كان بيعملها بالعرض كان بيعملها بشكل سيء جدا. زائد كمان ان الراجل اختار حاجه في الشوط الثاني ودي كانت سيئه بالنسبه لي، ان هو يخلي فتوح هو الراجل اللي يلعب رقم 10، ودي اللي عملت مشكله في المكان بتاع فتوح. فتوح هو بيلعب نص ملعب، لعيب عنده فيجن وعنده رؤيه، بيقدر يلعبنا كوره، بيقدر نطلع بالكوره بشكل كويس. مع اللعيبه اللي كانت موجوده الزمالك ما كانش قادر يطلع بالكوره بشكل كويس. مع وجود شيكابالا في قلب الملعب قدرنا نستغل كام كوره لغايه لما شيكابالا طبعا في منطقه الهجوم كان منعزل خالص. الراجل لما سحب نفسه شيكا ونزل لقلب الملعب قدرنا يبقى شكلنا كويس. المعضله اللي بقول لك عليها دي خلت الراجل يراهن على شيكابالا يلعب
90 دقيقة وهو 38 سنة، لأن مفيش كواليتي بره، لأن مفيش لعيب يقدر يخدمه. الراجل بيتكلم من قبل البطولة إن هو محتاج مهاجم، والناس بتتكلم إن إزاي الراجل بيلعب من غير مهاجم، لأن الراجل حرفيا مش واثق في الناس اللي عنده. الراجل حرفيا مش واثق في المهاجمين. واحد لعيب زي سيف الدين الجزيري اتحسن زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت او في اللايف اللي فات، اتحسن جدا على المرمى، لكن عنده مشكله كبيره واحنا طالعين عليه بالهجمه. سيف الجزيري بيدمر اي شغل لاي مدير فني، لانه بيخسر كور كتير، لانه في الالتحامات سيء جدا. سيف الجزيري مميز جدا في الحته وهو بيلعب له الكره الطويله، بيقدر يخطف فيها المدافع وبيقدر يقطع بيها بالمدافع ويلعب بشكل كويس. الجزيري الكره اللي قطع بيها كويس من المدافع قرر قرار خاطئ جدا ان هو يشوط من زاويه مستحيله، كان معاه اتنين يعمل الكره بالعرض. انا بكلمك على تفاصيل جوه الماتش عمرها ما خدمتش الزمالك نهائي، سواء من الحكم سواء من لعيبه، سواء من الكواليتي، سواء من التغييرات اللي حصلت. الراجل بيقرا الجيم، والراجل باين اللي هو بيشتغل على الخصوم كويس جدا. الراجل على فكره كل جمهور الزمالك، وانا واحد من الناس، الزمالك خسران 6 بطولات، كلنا رايحين البطوله دي ومحدش عنده امل او عنده ذره امل ان هو الزمالك يكسب البطوله دي او يمشي فيها. لكن اللي خلى عند الجمهور بذره من الامل ده وخلاه يفكر ان هو ممكن يقدر يكسب البطوله دي هو المدير الفني، اللي خلى شكل للزمالك خلال الماتشات ال15 اللي لعبهم مع الزمالك، خلى شكل للزمالك، خلاك تآمن بفكرتك وتآمن ان الراجل ده ممكن يعمل حاجه في البطوله، لان الراجل بامكانيات قليله قدر يوصل فكرته وطريقته للعيبه زي دي. تخيل انت اللعيب الكواليتي القليل لما بتيجي توصل له فكره بيستقبلها بالعافيه، بيستقبلها بطريقه يعني بوقت طويل. لكن لما بيكون كواليتي عالي، لعيب زي فتوح بكواليتي عالي، لما تيجي تقول له انا بديك دور مركب، انت بتلعب باك ليفت، لكن لما الكره بتكون معانا بتنزل نص ملعب، بتبقى انت اللي متحكم في رتم اللعب وانت اللي بتلعبنا كوره. هنا فتوح لعيب عنده كواليتي يقدر يقبل الافكار دي بطريقه سريعه. لكن لعيب تاني زي السيسي، لعيب زي رؤى بكواليتي اقل، لعيب زي الزناني، انت بتقول له انت بتلعب مدافع، لكن لما بنكسب الكره بتبقى معانا، انت بتروح ناحيه اليمين بتفتح عرض الملعب وبتعمل لنا كثافه في الحته بتاعت نص الملعب. لما بيخش جنبك دونجا وفتوح بيستقبل اللعبه والطريقه بالعافيه. فالراجل وجوده هو اللي خلى الجمهور يآمن بالفكره ويآمن ان انت ممكن تعمل حاجه في البطوله. وعلى فكره فرقه الشباب فرقه كويسه جدا وفرقه قويه جدا في الدوري السعودي، وعندها لعيبه بامكانيات عاليه. هم بدنيا النهارده مش موقفين على رجليهم، وتحكم الزمالك في المباراه هو اللي بينهم ان هم سيئين. انت بتقول الشباب مش قويه، لا، الشباب فرقه قويه جدا، الشباب عندهم خط دفاع قوي جدا. ياجور سانتوس النهارده مفيش لاعب من الزمالك قدر يكسب منه التحام، مفيش لاعب من الزمالك قدر يكسب منه كوره، لان لعيب بكواليتي عالي. بنيجا النهارده بيلعب على الواقف وما جابش فورمه فنيه ولا بدنيه، لكن قادر يكسب اي كوره وقادر يلاعب فرقته. بقيه اللعيبه طبعا وكيلار كلنا عارفينه من الهلال، وكان بيلعب كوره عامله ازاي وشكله كان عامل ازاي. الشاهد من الكلام اللي انا بقوله، انا مش عايز الناس يعني تسيب المشاكل الأساسية اللي في الفرقة وتروح للاعب بعينه أو تروح لمدرب. المشكلة الأساسية إن الزمالك لا يمتلك سكواد. المشكلة الأساسية إن الزمالك داخل على بطولة جوائزها 6 مليون دولار وما دعمش بشكل كويس عشان يقدر يوصل أو يمشي في البطولة بشكل كويس. على فكرة الماتش اللي بتكسبه في البطولة ب$100,000، يعني الماتش اللي بتكسبه بيدخل خزينة النادي فلوس. فالمشكلة الأساسية مش عند المدرب ولا عند لعيب، لأن اللعيب صدقونا يا جماعة، اللعيبة اللي في الزمالك دي الكواليتي العالي والكواليتي الضعيف اللي فيه هو مظلوم، لأن دي أقصى حاجة عنده. المدرب لما بيجي يمسك لعيب زي عمرو السيسي أو زي دونجا أو زي مصطفى شلبي أو زي عمر جابر، هو لعيب أصلا جودته قليلة، لما بيجي يطور فيه ويجي يعدل منه هو بيخليه من لعيب عادي للعيب متوسط، لكن عمره ما هيخليه لعيب سوبر ستار، لان هو اصلا جودته قليله. لكن هو ممكن يطور لعيب زي فتوح يخليه
يخليه يطلع اللي عنده ويوصل للبيك بتاعه، لان هو لعيب اصلا عنده جوده. هو ممكن يساعد زيزو ان هو يكون مؤثر جدا على المرمى لان زيزو عنده جوده. هو ممكن يساعد شيكا ابو 38 سنه لان شيكا عنده جوده، ودي اساسيات اللاعب. لكن احنا عندنا معظم اللعيبه مظلومه لانها تفتقد الاساسيات بتاعه الكوره، ودي المشكله الاساسيه اللي عند الزمالك. المشكله الاساسيه مش فنيه، المشكله الاساسيه بتتبلور كلها، وكلها بتتحط في نقطه واحده: اداره الكوره في نادي الزمالك سيئه جدا، وهي اللي وصلت الفريق للشكل اللي احنا شايفينه. لكن المستوى الفني اللي الزمالك فيه ده راجع لجوده المدير الفني، ان هو قدر يوصل افكار للعيبه بجوده قليله تبان بالشكل ده. انت ممكن تعيب على المدير الفني في تركايه ان انت ازاي ما لعبتش براس حربه، لكن لما ترجع له هو مش مآمن بروس الحربه اللي عنده. انت ممكن يعني تنتقد مدير فني في نقطة أنت بدأت ليه بالسيسي مش بعمر جابر، لكن ممكن ترجع له في تركاية يبقى عنده سبب إن إحنا لاعبين الجمعة، فبعد 48 ساعة أنا ما أقدرش ألعب بكل الفرقة وعندي ماتش تاني مع النصر برضه بعد 48 ساعة. المدير الفني بيبقى عنده حاجات كتير جدا بيفكر فيها وعوامل كتير جدا تحت إيديه، وهو داخل بطولة معهوش سكواد أنت ما تقدرش تتحكم فيها ولا تتكلم فيها. عشان ما احرقش كتير والناس اللي معايا برضو تساعدني تتكلم معايا كده وتقول لي رايها وتديني تعليق وتديني لايك كده عشان نوصل لعدد كبير. ويا ريت نشارك البث، اللي يقدر يشارك البث في مجموعات ان شاء الله هيبقى في جوائز وفي تيشيرتات لنادي الزمالك. بوعدكم ان شاء الله بس النتائج تتحسن والفريق يوصل كده هيبقى في ماتشات وفي جوائز لكل جمهور الزمالك وكل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتعلي في اسمنا وبتخلي لينا اسم في الميديا وبتخلي صفحه ملوك 100 عقبه ليها اسم وليها صوره وبتوصلنا لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. ان شاء الله يبقى ليهم حاجات مميزه مننا وهتشوفوها في المستقبل. ان شاء الله هعمل لكم استوديو جديد كده وحاجات ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني في مفاجآت جايه في الفتره الجايه. الشاهد من الكلام يا جماعه ان اللوم والاساسيات ما تجيش على اللعيب ولا المدير الفني طول ما انت مش موفر. كره القدم عشان نكون في الصوره بتحتاج نتائج، انت محتاج نتائج من الفريق. النتائج دي بتبقى عايزه معطيات. هل الزمالك فيه معطيات؟ ايه هي المعطيات؟ استقرار، لعيبه كويسه، مدرب كويس، واستقرار اداري للفريق. هل الزمالك فيه كل ده؟ بالطبع لا، بالطبع لا. الزمالك ما بيمتلكش لعيبه، ما بيمتلكش استقرار، ما بيمتلكش كواليتي، ما بيمتلكش استقرار اداري، فعامل لك مشكله كبيره. وهو ده اساس الكلام. محدش في الميديا هيطلع يقول الكلام ده، محدش في الناس اللي بتطلع مع ابراهيم فايق، مع شوشو، مع سيف زاهر، مع ده محدش هيطلع يقول لك ان الزمالك مشاكله اكتر من مدير فني. هو لما يجي يتكلم مش هيقدر يقول لك الكلام ده، لكن انا هنا عشان زملكاوي والبوصله بتاعتي الزمالك بس والشعار ده بس هقول لك المفيد وهقول لك المشكله فين من وجهه نظري. ممكن انت تكون شايفها حاجه تانية وغيري يشوفها حاجه تانية، لكن انا هقول لك البوصله بتاعه الزمالك بتقول ان الزمالك لا يمتلك في ارض الملعب سكواد يخليه يحقق بطوله. اداره الكوره في نادي الزمالك نجحت انها تخلي فريق الزمالك فريق منتصف جدول. اللي بيطلع بقى من اللعيبه ومن المدير الفني ده اجتهاد وتعب وشغل وشقة كبير جدا. انك تشوف الزمالك بالمستوى ده شغل فني وبدني من اللعيبه بطريقه مهوله. فانا بسقف لهم وبشكرهم، انا بسقف لهم وبشكرهم لان ده اقصى حاجه ممكن يقدموها قدام فرق بالجوده وبالكواليتي ده. بجد يا جماعه الفرقه بتاعتنا لازم تتشكر، برغم ان احنا في لعيبه كتيره مش على هوانا وفي لعيبه كتيره مش على مستوانا، لكن لازم نشكرهم لان اللعيبه دي بتطلع اقصى حاجه عندها في فريق اسمه الزمالك. الفرقه مشكلتها مش في لعيبه ولا في مدير فني، المشكله في عندنا في اللي بيختار اللعيب، في اللي بيجيب المدير الفني، في اللي بيعمل دوشه. رئيس الزمالك الماتش اللي فات الزمالك كسب ماتش ما خدش بطوله، واحنا بنشكر
في مجهود زيزو وموجود عمر جابر وشكل الفرقه، طالع بيقول انتوا ما بتشكرونيش ليه؟ طب اهو خسرنا، المفروض نحمل مين المسؤوليه؟ حضرتك، لان حضرتك المسؤول. الزمالك ما كسبش بطوله على فكره، ده الزمالك كسب مباراه، عمل حلقه وعمل برومو. المشكله كلها يا جماعه في الاداره. فانا لما بشوف اي حد بيرجع ان المشكله فنيه او المشكله في لعيب بعينه، حتى اللي بيهاجم السيسي او بيهاجم عمر جابر او بيهاجم الزناري، صدقوني المشكله مش في الناس دي، ما المشكله اصلا في اللي جابهم النادي، المشكله في اللي دخلهم ارض الملعب، في المشكله اللي لبسهم التيشيرت، المشكله في كده. لو انا عندي غلط ممكن حد يقول لي في التعليق، التعليقات مفتوحه، انا عادي، انا بنتكلم، انا واحد من الجمهور، عندي وقت، يعني عندي مساحه ان انا اتكلم عكس ناس كتيره يعني، وناس عندها اراء محترمه وناس بتفهم يعني ممكن اكتر مني كمان، بس ما عندهاش مساحه لا تتكلم. بس انا واحد من الجمهور شايف كده. لو حد عنده راي تاني التعليقات مفتوحه وممكن تقول لي رايك، لكن بما يرضي الله، بما يرضي الله مفيش لعيب ولا مدرب يقدر تحمله مسؤوليه اي حاجه بتحصل. هي ممكن في قرارات غلط في الملعب من لعيب، سوء اداره لمدرب في ماتش، لكن هي الكوره كده. الكوره يا جماعه بتتطور، وجزء من تطور الكوره هي افكار المدربين. في ناس مش عاجبها افكار اوسوريو، لكن هو ده الراجل، انت كاداره قبل ما تجيبه عارف ان الراجل ده بيلعب بالطريقه دي وبالشخصيه دي وبفكرته دي. جبته ليه؟ عشان الجمهور ينتقده. انت لازم تنبه وتنور ان مشروع الراجل بالطريقه دي. هي الفكره كلها بتبقى عندك انت، عند الاداره. لو الجمهور مش عاجبه المدرب يبقى الاداره السبب، لو الجمهور مش عاجبه مستوى لعيب يبقى الاداره السبب، لان الاداره هي اللي راجعه لكل شيء في الكلام اللي انا بقوله. فاحنا ما نمسكش في حاجه معينه. لكن انا بقول لك الزمالك النهارده قدم ماتش جامد جدا، حجم الشباب اللي هو بكواليتي اعلى منك وخلاه منظره سيء وخلاه شكله سيء جدا، وكسب بفعل حكم سيء جدا. يعني اقل حاجه تتقال عليه ان هو حكم سيء جدا جدا جدا، وجاي عشان يكسبهم الماتش. حرفيا فرقه ما تستاهلش تكسب خالص ولا تستاهل البونت اصلا، لكن هم كسبوا بفعل الحكم. فلما تيجي ترجع كل حاجه هاتها في مكانها. فنيا لما تيجي تتكلم على الزمالك هرب منه اول 35 دقيقه من الماتش، لانه كان مركز في الحته الدفاعيه. في الحته الهجوميه كنا زيرو، ما تقدمناش. فدي ممكن تلوم عليها الراجل عدل ومسكنا الكوره، لكن الحظ ما حالفناش. كوره زيزو في العارضه، كوره شيكا عالت العارضه، كوره حمزه عالت العارضه، كوره شيكا الثانيه برده ما ظبطتش، كوره زيزو الجون صدها، كوره فتوح الجون شالها. الزمالك شاط 9 تسديدات على المرمى، احصائيات اعلى، استحواذ اعلى، امتلاك الكوره اعلى، علينا 9 تسلل، هم كانوا بيلعبوا. فالفكره ان احنا عملنا اقصى ما عندنا بالكواليتي اللي موجود، والراجل اشتغل باقصى حاجه عنده بالكواليتي اللي موجود. فعشان نقسم كل حاجه وندي لكل واحد قدره من المسؤوليه بتاعه الخساره او بالمسؤوليه بتاعه خساره بطوله ورا الثانيه، فهي الاداره راجعه لكل شيء. زي ما بقول تملي الثناء في المكسب بيرجع في الاساس للاداره، لان هي اللي بتكون الفريق وهي اللي بتجيب المدرب وهي اللي بتعمل استقرار فني واداري لمنظومه الكوره في النادي. لكن الفشل والخسائر برضه بترجع للاداره، لان هي عملت عكس كل ده. هي ما وفرتش فريق كويس، ما وفرتش استقرار كويس، ما وفرتش وقت ومساحه وزمن لمدرب يشتغل بشكل كويس. احنا داخلين على بطوله جوائزها 6 مليون دولار، ما عملناش اي صفقه. المعارين اللي رجعوا للزمالك ما دخلوش القايمه. فما فيش كده حرفيا. يعني ماتش النهارده ده يا جماعه بيوريك قد ايه الكوره بتكره الزمالك كل تفاصيل الماتش، بحكم، بمعلق، بسكواد، بلعيبه، بالعارضه، بكل شيء. الكوره ضدنا بكل شيء. فلما نيجي نلوم او نحط الضغط على حاجه، نحطها على حاجه تستاهل الحكايه. زي ما بقول
لو انت قبل البطوله ما تخش البطوله، جزء من الجمهور كان بيطالب ان احنا ما نشاركش في البطوله لان احنا هنتفضح، والجزء الثاني كان بيقول ما نروحش، وجزء ثالث كان بيقول نعتذر، والجزء اللي رايح عارف ان احنا مش هنقدم حاجه. لكن انت سقف الطموحات بتاعك عالي عشان خاطر وجود مدير فني زي اوسيريو. انا بعشق الناس اللي بتشتغل، وبعشق الناس اللي بتحترم المكان اللي هي فيه، وبتعافر وبتفكر وعندها شغف للعبه. الراجل باين عليه كده، حتى لو بتهرب منه بعض التفاصيل، لكن الراجل باين عليه كده، فما نحملوش مسؤوليه. هو فريرا اللي كان جدي والبروفيسور السنه اللي فاتت عمل ايه مع الفريق ده؟ ولا حاجه، لان سكواد ضعيف. الراجل التاني مدرب اجنبي يجي علينا عمل ايه مع المدرب؟ ولا سكواد ضعيف جدا. فاي حاجه بتتقدم تبقى راجعه للمدير الفني. مشكله يا جماعه في الزمالك اداريه، ومش هتتحل غير غير بحلين. الحل الاولاني يا كل المنظومه بتاعت الزمالك دي تتفلتر وتتمناها يعني، والراجل اللي موجود في النادي ده يبعد عن النادي، خلاص مرحله وعدت ووقته وانتهى، خلاص كفايه عليه كده، ويسيب مجال لحد تاني يشتغل، وحد تاني يبقى ليه وعليه، ونقدر نتكلم معاه ويخف من الكلام شويه، وما يصعبش علينا الامور، وما يحاربش كل الاتجاهات، وما يتعاركش مع كل الناس، وما يصعبش علينا الدنيا في كل حاجه. دي نمره واحد. يا اما الحل التاني اداره الكوره تتغير وتيجي ناس تشتغل ويسيبوها تشتغل، وده مش هيحصل بوجود الراجل اللي موجود. فهو الحل زي ما بقول لحضراتكم، الزمالك ليس في الامكان اقصى مما كان. الزمالك عنده مشاكل بالجمله. اخر حاجه ممكن نتكلم عليها هي المدرب واللعيبه. اتمنى تكون الرساله وصلت في النقطه دي، لان هي نقطه مهمه جدا، ولازم الناس تبقى في اعتقادها ان الزمالك مشاكله اكبر من الفنيات، واكتر من المدرب، واكتر من اللعيبه. الملف التاني اللي عايز اكلمك فيه ملف الصفقات. الزمالك لم يبرم اي صفقه بسبب وقف القيد، وبسبب عدم وجود سيوله ماديه، وبسبب وجود مرتضى منصور في الزمالك. على فكره انا عندي معلومه، ودي معلومه، مرتضى منصور والزمالك مش هيتحرك في اي صفقات ولا اي حاجه غير لما يعرف موقفه خلال الشهر ده، لان الراجل ما بين اللي هو يتسجن ويتعزل رسمي ويمشي من الزمالك، وما بين ان هو يكمل. فالراجل عمره ما هيشتغل، ولا الناس اللي موجوده هتشتغل وهي عارفه ان هي ماشيه. محدش بشوفه بيحب الزمالك، الناس كلها بتفكر في نفسها. لما اي اخفاق بيقول لك انا معزول وانا عايز استقيل وعندي مشاكل والحجوزات والدنيا. ولما بنكسب طلع قال لنا انتوا بتشكروا المدير الفني، وفين النادي، وفين امير، وفين وفين وفين. فالمشكله كلها متبلوره في الراجل ده. فالزمالك مش قادر يعمل صفقه، مش قادر يخش في صفقه. الزمالك عضو اللجنه الفنيه الاول فيه، واللي متصدر للمشهد واللي بيتكلم بصفه مستمره اللي هو ميدو، كل يوم في البرنامج بتاعته وفي صفحاته وفي تويتر طالع بيمهد للرأي العام، وبيتكلم مع الناس كلها ان الزمالك لا يوجد فيه سيوله. الزمالك انسحب من صفقه رضا سليم لانه معهوش فلوس. الزمالك انسحب من صفقه ميكا ولا ميلا ده بتاع يانج افريكانز لانه معهوش فلوس عشان 50,000 دولار ولا مش عارف 500,000 دولار. الزمالك انسحب من مهاجم سيمبا لان مفيش فلوس. الزمالك انسحب من صفقه بوبو لان مفيش فلوس. انت بتخلي الزمالك نادي غير مرغوب فيه في التعاقد من اللعيبه. انت مخلي الزمالك مش نادي مستقطب للعيبه، مش جذاب للعيبه. انت مخلي الزمالك ده الراجل اللي مسؤول عن التفاوض، وبيطلع يقول انا اتفاوضت مع رضا سليم، انا اتفاوضت مع فلان، انا اتفاوضت مع فلان، لكن معيش فلوس. انا وانا 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 لكن معيش فلوس. فحضرتك كرة القدم مبنية على الفلوس، كرة القدم مبنية على الاستثمار. اللعيب دلوقتي امام راح الاهلي عشان الفلوس، مش عشان بيحب الاهلي.
امام راح الاهلي عشان الفلوس، وكل اللعيبه هتروح الاهلي عشان الفلوس، وهتروح بيراميدز عشان الفلوس. محدش هيجي لك وانت معكش فلوس. خلاص بقى حب النادي وانا زملكاوي وانا الكلام ده انتهى من الكوره. الكلام ده انتهى من الكوره. الناس بتسيب بعضها في البيوت وفي القهاوي وفي شغلها عشان الفلوس. فلعيب انت بتقول له انا معيش فلوس، وببيع لك مشروع، وببيع لك الاسم، وببيع لك اللوجو، وبقويك بالبطولات، وبقويك بالشهرة وبالسمعة واللي وواحد تاني بيقول له تعالى انا هديك 20 مليون، واحد تاني بيقول له تعالى انا هديك 15 مليون. هينسى كل ده، هينسى كل ده، هينسى. لان خلاص الكوره بقت اصل ما الناس كلها مش شيكا يعني، مش اوباما، مش ما خلاص الناس ده الكلام ده انتهى. الكلام ده انتهى من الكوره. فنكونوا صراحه، الكوره فلوس. حضرتك مش قادر توفر سيوله، مش قادر تجيب لعيبه، مش قادر تجيب توفر استقرار. حضرتك قاعد ليه؟ حضرتك موجود ليه؟ يعني انا برضو مش متخيل لغايه دلوقتي راجل شايف نفسه بيتحارب، والدوله مش عايزاه، والمنظومه مش عايزاه، والدوله بتحمي الخطيب، والدوله بتحمي فلان، انت موجود ليه؟ الزمالك هيخسر البطوله السابعه وحضرتك موجود. مفيش فيجن، مفيش رؤيه، مفيش تخطيط، مفيش اي حاجه، والتصريحات كلها سيئه، ومستقبل اسود في اسود، واللي جاي اسود في اسود، وحضرتك طالع علينا تقول لنا. صدقوني اخر حاجه تتكلم فيها في الزمالك المستوى الفني. الناس اللي بتطلع في التلفزيون دي بتملى هوا. الناس دي بتملى هوا. يعني انا بشوف احمد عز من شويه بيتكلم ان بيقول ان الزمالك المجموعه اللي ورا كلها كورتهم قليله. بس ليه؟ ليه؟ لان اللي بيتعاقد بشكل سلبي، اللي بيدخل اللعيبه دي النادي سيء. انت مش قادر تقول الكلام ده. انت مش قادر. هو بيملى هوا، هو بيتكلم فني بيملى هوا مش اكتر، لكن ما بيتكلمش بما يرضي الله. مش قادر يقول ان اللي بيتعاقد غلط. انت ممكن على صفحاتك تقول، في السوشيال ميديا تقول، لو انت في روم على كلاب هاوس هتقول، لو انت في سبيس على تويتر هتقول، لو انت عندك صفحه هتقول. لكن انت ما تقدرش تطلع على التلفزيون. عز بقى، بدوي، ابراهيم فايق، فاروق جعفر، اي حد بيملوا هوا. الزمالك محتاج 4 لعيبه، قلتها مرارا وتكرارا. المشكله مش في الكم، مش في الكيف، مش في الكم. المشكله في الكيف، الكواليتي. الزمالك دخل فيه مع الراجل ده بافكاره دي. الراجل عمال يحارب على مدافع بيلعب برجله الشمال. الزمالك محتاج 4 لعيبه كواليتي عالي، لعيب في كل خط هيفرقوا مع الزمالك. لعيب نص ملعب، لعيب مدافع، لعيب وينج، لعيب مهاجم. 4 لعيبه بكواليتي عالي. يعني انت تخيل لو مصطفى محمد مهاجم، وبن شرقي وينج، وامام عاشور او طارق حامد نص ملعب، ومدافع بيلعب برجله الشمال، في وجود زيزو، في وجود فتوح، مع رجوع الونش، في وجود حمزه. الزمالك شكله هيبقى عامل ازاي؟ صدقوني الوضع هيختلف. فهو الموضوع كله جوده. كرة القدم جوده. كرة القدم جوده. السيزون اللي فات برشلونه عشان يمتلك لعيب زي بدري عنده جوده، وجافي، ولاعيبه صغيره ما عندهاش خبرات لكن عندها جوده، عملوا شغل مع الراجل، قدروا يكسبوه دوري اسباني، وما عندهمش خبره وما عندهمش كفاءه زي كده. الجوده بتحكم. الاهلي كان عنده السيزون اللي فات 3 نص ملعب، ديانج والسوليه وحمدي فتحي. هم مش يعني عندهم جوده على فكره ال3 بطرق مختلفه. يعني حمدي فتحي لعيب اجريسيف وبيخطف كوره وعنده جوده في الكرات العرضيه، دي امكانياته. السوليه عنده بس رؤيه وفيجن، يقدر يعمل كره طوليه مش عارف ايه. ديانج دبابه في نص الملعب في القطع، وقطع مساحات بالكوره ولعب بين الخطوط والكلام ده. لكن عمل ايه؟ جاب مروان عطيه، جاب القندوسي، دلوقتي جاب امام عاشور. بيدور على الجوده، بيعمل سكواد مهول. بيراميدز عنده نص ملعب، وليد الكارتي، بلاتي توريه، ومحمود صابر، وبيلاعب اسلام عيسى في الحته دي.
وعنده بديل دونجا، ورايح يجيب بوبو. بيدور على الجودة، بيدور على الجودة اللي بتنقل أي فريق حتة تانية. لكن أنت بتنافس بروقة والسيسي، ومطلوب من المدرب إن هو يطلع منهم نار من بقهم. إزاي؟ يعني أنا مش متخيل حجم البؤس اللي مدير فني بيمسك الزمالك واللعيبة دي موجودة. أنا مش متخيل الناس بتطالب من مدير فني أكتر من اللي بيعمله في الملعب إيه. على فكرة اللعيبة دي مرت على فريرة، مدحت عبد الهادي، عبد المقصود، أسامة نبيه، وأسوريو، عمر جابر، وعبد الغني. فعلا فين الجودة؟ الزمالك بيمتلك 2 لعيبة وواحد بيعافر، فتوح وزيزو، وواحد بيعافر اللي هو شيكا. أبو 38 سنة بيقدم كورة في الملعب وجودة مفيش واحد في الملعب بيقدمها. يعني لولا زيزو ومساهماته في الموسم ده اللي وصلت في الدوري ل 26 وفي الموسم كله ل 40 مساهمة أو 41 مساهمة، الزمالك حرفيا مش موجود. الزمالك حرفيا ما كانش هيبقى موجود. فاكرين موسم 2009 و2010 لما كان شيكابالا كده؟ هو الجودة، هو اللي بيصنع وهو اللي بيسجل وهو اللي بيقوم الجماهير وهو اللي عامل الحماس وهو اللي بيخلي الجمهور يشجع الزمالك. هو ده دور زيزو دلوقتي. هو ده دور زيزو دلوقتي. فانت لما تيجي اخر حاجه تتكلم عليها ان انت تنتقد لعيب او تنتقد مدير فني، انتقد على اللي عمل المجموعه، انتقد اللي جاب الناس دي كلها. الزمالك مسلسل قال لي لما مرتضى منصور يموت شعبان زايد. والنبي يا شعبان وضح الكلمه شويه عشان مش فاهم. هو يعني الزمالك هيفضل في مسلسل لغايه اما مرتضى يموت؟ مش فاهم يعني، وضحها شويه يا شعبان عشان التعليق مش باين قوي. فالفكره يا جماعه عمرها ما هتكون في لعيب، عمرها ما هتكون في لعيب. يعني بالمنظر، مدرب غريب جدا بصراحه يا عزيزي. هو ليه المسلوسي ما يلعبش يمين وفتوح شمال اصلا؟ هقول لك يا حمدي، هو عادي ده يلعب وده يلعب، بس انت الفكره ان دي افكار المدرب. مدرب سيستمه وفكرته الاستحواذ وبنى اللعب من تحت واللعب بطرق مختلفه. كرة القدم، الكورة دلوقتي بتتطور. مدرسة كرويف وبيب جوارديولا، هو الراجل ده من المدرسة دي. لو انت عندك مشكلة في الحتة دي، الإدارة السبب فيها، لأن هي جابت الراجل وهو بيلعب في النقطة دي. ألا هي التنفيذ. الراجل ما بيلعبش الطريقة العادية 4. بقول لك معلش هرجع لك تاني يا حمدي. بقول لك الزمالك مش هيتصلح حاله إلا لما مرتضى منصور يموت، محدش يقدر عليه. أمر الله. حل يا شعبان. حل. انا طبعا ما حدش يتمنى الانسان الموت ولا يتمنى له حاجه، لكن بسبب الزمالك انا بتمنى للراجل ده ان هو يمشي باي طريقه، يبعد باي طريقه. لان انا يعني، بس انا الواحد ما بيتمناش السوء لحد وما بتمناش الحته دي خالص، لكن صدقوني الراجل ده طول ما هو موجود احنا بيأذينا. الراجل ده من طول ما هو موجود الزمالك في حاله يعني من سيء الى اسوأ. ارجع لحمدي، نقطة بتاع يا عزيزي ليه المسلوسي ما يلعبش يمين وفتوح شمال. الراجل ما عندوش المرونة بتاعت حتة 4-2-3-1 أو 4-3-3. النهاردة على فكرة الشوط الأول كنا بنلعب 4-3-3 في حالة الدفاع، لكن عادي كان بيلعب المسلوسي يمين والزناري وعبد الغني واسمه دوت وحاتم سكر شمال. في نص الملعب فتوح والسيسي ودونجا، وقدام شيكا، وكان بيلعب عادي بالطريقة اللي انت محتاجها. لكن هو الراجل عنده سيستم وعنده مدرسة. المدرسة بتاعته انت لازم تحترمها ولازم تقدرها، لان الراجل دي امكانياته. انت بقى عندك مشكلة، المشكلة في الادارة اللي جابته. انا عن نفسي بحترم الراجل ده جدا وبقدر
شغفه وطريقته واسلوبه، لان الكوره كده. والراجل على فكره بيشتغل. معنى اللي انت تشوف الزمالك بيلعب بطريقه الماتش اللي فات والماتش ده بطريقه، على فكره الراجل اتعلم وخد الدرس من ماتش الاهلي. الراجل لما لعب بالطريقه بتاعته في ماتش الاهلي اتاذى، فالراجل نزل النهارده على اسم الشباب وامكانياته ونص ملعبه الجبار اللي هو فيه بنيجه. فتوح والمسلوسي مفاتيح فوز في حال هجوم عرضيات مثلا، لكن عمر جابر والزناري هجوم ازاي؟ هقول لك هي مبنيه على ايه. هي مش مبنيه على ان دول هجوم، هي مبنيه ان فتوح عنده كوره وعنده كواليتي، فالراجل بيجيبه نص ملعب ان هو يطلع عليه بالكوره وان هو يقدر يلاعب اللعيبه. الزمالك انت متخيل ان فرقه بحجم الزمالك مفيش لعيب فيها 6 أو 8 عنده كوره؟ انت متخيل؟ انت شايف في لعيب يا حمدي يا جابر صديقي العزيز، انت شايف ان في لعيب في الزمالك في نص الملعب يقدر يلعب كوره عنده كوره؟ فيش، ولا 6 ولا 8. كان اخر واحد امام عاشور وقبليه كان ساسي. فالراجل بيدور على حلول. فتوح الوحيد اللي عنده كوره. ففكره كمان هي برضو في مشكله يا حمدي، هي مدرسته كده. الراجل لعب مع المكسيك كده، لعب في الفرق اللي دربها في كولومبيا كده، لعب في الفرق اللي دربها في البرازيل كده. ما تنساش يا حمدي بس تعمل لنا لايك كده وشير للبث عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. كل الناس اللي معانا يا جماعه اللي يخش يعمل لنا شير ولايك عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. معلش المواضيع كتير في الزمالك والحوارات كتير. الحمد لله داخلين على 20,000 واحد على الصفحة، ولسه بادئين من حبة صغيرين. يعني أنا ما كنتش ناشط كتير على الفيسبوك، كنت على اليوتيوب يعني، والقناة برضو بتنزل عليها كل حاجة. فالحمد لله داخلين على 20,000. بشكر كل واحد من 20,000 ده من كل قلبي، عمالين يكبرونا ويوصلوا فينا ويدعمونا، فبشكرهم من كل قلبي. يعني ناس محترمة جدا، فبشكرهم جدا. حمدي علاء وأحمد أيمن منصور في أفضل الصفقات، إيه رأيك؟ حمدي علاء لعيب كويس جدا وبروميسنج وعنده مستقبل مبهر ومحتاج يتطور ويلعب معانا، ولعيب صغير في السن بحترمه جدا وبحترم كورته. ان شاء الله يقدر مع المستقبل يقدم اضافه للزمالك. ولعيب عنده في نص الملعب عنده حاجتين مهمين جدا مش في الزمالك دلوقتي. مفيش لعيب في الزمالك من بعد طارق حامد، سيبك من طارق القوه والسرعه واللعيب اللي هو بيوفر مجهود والكلام ده. طارق كان عنده ميزه ما شفتهاش في اي لعيب رقم 6 من بعد اسماعيل يوسف في الزمالك او في مصر عامه. قارئ جيد بيقطع مسارات التمرير بشكل جيد. يعني طارق ممكن يكون ناحيه اليمين ومسار التمرير ناحيه الشمال تلاقيه هناك وبيقطع الكوره قبل ما توصل. بيقدر يعني يوفر دور مركز 8. وطارق لعيب يعني مش سريع، لكن عنده هنا ومع الجهد قطع مسارات التمرير بشكل كويس جدا. ظهر الطارق ما بيتضربش، يعني ما فيش حد يقدر يلعب كرة طولية على الزمالك لان ظهره ما بيتضربش، وعلى طول واحد قريب منه من الباكات فبيقدر يشغل قائد في الحتة دي. فحمدي علاء عنده الميزة دي بطريقة كويسة. كمان حمدي بيتفوق على طارق في نقطة تانية، وهي بيقدر ينقل الكورة بين الخطوط بشكل مميز. فحمدي لعيب، بس هو مش اللعيب اللي تبني عليه، هو اللعيب اللي عايز وقت، اللعيب اللي عايز يخش التشكيل واحدة واحدة مع لعيبة كبيرة وياخد خبرات أكتر ويتأقلم أكتر، يعني موسم والتاني يبقى أساسي. ده حمدي. بالنسبة لأحمد أيمن منصور أنا عندي مشاكل معاه كبيرة جدا. أحمد أيمن منصور عنده مشاكل في الكورة عموما، عنده مشاكل كتيرة جدا. أحمد أيمن منصور بطيء جدا، التغطيات بتاعته سيئة. هو عنده ميزات وعنده عيوب زي اي لعيب، بس سيئاته اكتر. انا تملي بدور للزمالك على اللعيب الكواليتي، يعني ان ما كانش متوسط وجاي بديل وجاي، لكن لو جاي اساسي بدور على لعيب كواليتي. احمد ايمن منصور مش كده خالص. يعني عندك في الزمالك
موجود دلوقتي الونش ربنا يشفيه، اسامه عبد المجيد، محمد عبد الغني، اصابه مصطفى شلبي والونش ما لهمش بدايل، ربنا يرجعهم بالسلامه. فعلا الونش طبعا ملوش بديل في مصر كلها، يعني مصر كلها الونش، محمد عبد المنعم، وبعديهم مرعي. مفيش مدافعين تاني يعني لعيبه كواليتي، انا بتكلم على كواليتي. في مدافعين كويسين زي احمد سامي، زي علي جبر، زي يعني كذا اسم، لكن كواليتي الونش مفيش اعظم من كده. كمان مصطفى شلبي رغم اللي كان عندي مشاكل معاه، لكن لما جه في فورمه والراجل قدر يطلع منه حاجات كويسه وقدر يحسن من مستواه ويطوره، جات له اصابه في وقت صعب جدا. يعني الراجل دلوقتي ابتدى يرجع عمر جابر ودونجا، يعني يجيب منهم حاجه، لكن الناس مش قادره لان ما الراجل بيطلع. فاقصى حاجه لما بتطلع من اللعيب حاجات صعبه، فالراجل طلع من الناس دي حاجات اقصى ما عندها. على فكره الراجل طلع حاجات من الناس دي كتيره جدا وكبيره جدا. فانا مش عارف، انا مش عارف الناس بتفكر جوه النادي ازاي. بس انا معاك يا حمدي ان اصابه مصطفى شلبي والونش اثروا مع الراجل. تخيل الاثنين لعيبه دول موجودين في البطوله كانوا هيفرقوا. الزمالك بلا محترفين، بلا لعيبه مصريين مميزين باستثناء زيزو وفتوح وواحد بيعافر عنده 38 سنه. تخيل ان شيكابالا النهارده لعب 90 دقيقه، يعني الراجل راهن على جودته مع نقص البدني اللي عنده، راهن على جودته. الراجل لعب 90 دقيقه ولعب من 48 ساعه. مصطفى شوشه بيقول لي فعلا ايه بقى؟ قول لي فعلا ايه، وضح لي يا مصطفى، انا عايزك بقى توضح لي وتقول لي ايه هو اللي فعلا، عشان انا ما فهمتش. ايه؟ ابراهيم انداي، كريم بيقول لي ابراهيم انداي اتصاب. ابراهيم انداي اتصاب مع انه لعيب برضه، يعني مش على مستوى الزمالك. الاجانب اللي في الزمالك، مع احترامي لحمزه المسلوسي، كلامي صح؟ حبيبي يا ديشا، تسلم لي والله وعلى راسي. اعمل لي لايك بقى وشير بقى، اشتراك في كام مجموعه كده، وشارك لنا في كام مجموعه كده عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاويه. احنا بنكبر بيكم وانتوا اللي مظبطيننا يعني، وانتوا اللي بتدعمونا يعني. الحمد لله رب العالمين، الكهرباء ما قطعتش واخدين مساحه في الكلام. انا مبسوط قوي النهارده، واخدين مساحه في الكلام احسن بكتير. مصطفى يوسف بيقول تحكيم سيء جدا وربنا يستر. تحكيم سيء تحكيم سيء وربنا. الزمالك كان احسن بكتير فعلا. الزمالك النهارده تفاصيل الماتش كلها ما خدمتوش، رغم الانتقاد ده بقى كله ورغم الكلام ده كله، لكن تفاصيل الماتش كلها كانت ضد الزمالك. الزمالك اتحكم في المباراة بشكل كامل، الزمالك قدر يحجم فريق الشباب، لكن فاعل الحكم ضيع مجهود فريق. الحكم حسب بلانتي مش بلانتي. بعيدا عن البلانتي يا جماعه، في تفاصيل في الماتش لو ركزت فيها هتلاقي ان الحكم موتر اللعيبه بشكل كبير جدا. يعني اي اشتراك لينا فاول، يعني في كره في نص ملعب الجزيري خطفها حسبها فاول، في كره ليهم فاول على الجزيري، في كره ليهم زيزو متشال حسبها ما حسبهاش حاجه، في كره البلانتي مش بلانتي، اي كره على الخط ليهم فاول، كره في نص الملعب فاول. التفاصيل بتاعه الماتش كلها ما خدمتناش. حتى الكره اللي رايحه على الجون بطريقه مميزه زي بتاعه زيزو ما اتحسبتش. فحاجه سيئه جدا، التفاصيل بتاعه الماتش ما خدمتناش. فانا بشكر المدرب واللعيبه رغم انتقادي لبعض اللعيبه ومشاكلي مع بعض اللعيبه وفرق الكواليتي اللي عند بعض اللعيبه، لكن اللعيبه دي طلعت اقصى حاجه، والمدرب طلع منهم اقصى حاجه، وكانوا رجاله فعلا في الملعب. يعني انت ما تقدرش تقول ان شيكا قصر، ان زيزو قصر، ان فتوح قصر، ان حتى محمد صبحي اللي ما جالوش جون كوره قصر. لا، اللعيبه اجتهدت وطلعت اكتر منها، مع العلم ان احنا فريق اصلا واقع بدني، لكن احنا لاعبين يوم الجمعه ولعبنا الاثنين راحه 48 ساعه. فالفريق لما يعمل استشفاء يوم السبت ريكفري، ويجي يوم الاثنين يوم الاحد يعمل التمرين الخفيف اللي هو بين قبل الماتش، فالفرقه ما ريحتش. فانت تقريبا ما تقدرش تلوم الراجل ولا تلوم اللعيبه
ولا تلومش اي حد، لكن تلوم الحكم السيء اللي اذانا بجد. المشكله الاساسيه مشكله اداره، عشان بس ما نروحش ونلف وندور اي حد عنده اعتراض يعني انا معاه. اي حد عنده اعتراض على كلامي ممكن يقول، انا بنسمع الناس كلها وبنرد على الناس كلها، الوضع عادي يعني. لكن اللوم كله لوم اداره. لكن في الماتش بتاع النهارده انت ما تقدرش تلوم اي حد بعيدا عن الاداره يعني. ما تقدرش تلوم اي حد، ولا لعيب ولا مدير فني ولا سوء اداره للماتش. التحكيم كان سيء، المعلق مستفز جدا جدا. يعني هم تقريبا ندموا اللي هم جابوا لنا معلق كويس الماتش الاولاني وكان كويس معانا وادانا حقنا. جابوا معلق النهارده كل كوره للشباب يستلمها الله. الشباب ما سددش كوره على المرمى، الشباب سدد تسديده بلانتي وسجلوا منها هدف. فتقريبا الناس دي يعني مش عارف ان عندهم تارجت كده ان الفرقتين الشباب والنصر اللي يوصل. ما ينفعش الشباب والنصر تعادلوا الماتش الاولاني، وادي ده قبل ما يستلموا كوره. مين قبل ما يستلموا الكوره؟ مش فاهم يا عم مصطفى، انا فهمي على قدي، فاهمني انت بتضحك عليا وفاهمني بتضحك عليا. قبل ما يستلموا الكوره مين؟ ما علينا، وضح يا مصطفى، صديقي مصطفى. المعلق يا غالي. جدع. صح، قبل ما يستلم الكوره الله يا واطي. مش عايز اقول لفظ يعني، يا واطي حقيقي حكم عرس. فعلا ده الحكم معرس والمعلق معرس، كل يعني حاجه في منتهى البؤس. خلينا يعني احنا الواحد بيتكلم بحريه يعني، بس بجد يعني مش كده. ده الحكم سبحان الله. يعني تقريبا الزمالك ده والله العظيم كنت بتفرج على ماتش برشلونه وريال مدريد، فانشيلوتي بعد الماتش طلع بيقول بطوله فاشله. والله العظيم بطوله فاشله جدا. ويا جماعه الناس بتضخم في الكوره في السعوديه بطريقه بشعه. الناس بتصرف ياما، فلازم الشكل يبقى حلو. من اللي شفناه النهارده لا، وشوف ماتش الهلال، والسد، شوف ايه اللي حصل فيه، والسد كسب برضه. وهتشوف اللي هيحصل في ماتش الهلال والوداد الجاي. اتفرج على الماتش. احلى شير ليك، انا متفائل ليك خير ان شاء الله، تبقى من اشهر الناس واحسنهم لانك تستحق بصراحه. حبيب قلبي يا درش، انا بشكرك جدا جدا من كل قلبي. كلامك على راسي والله، وده اللي بيشجعني اشتغل اكتر وكده. انا بتكلم اصلا بحب، انا من زملكاوي بعشق الكيان وبتكلم يعني من قلبي. فما بشكرك جدا وبشكر كل اللي بيتفرج عليا وبشكر كل اللي بيدعمني. شكر خاص ليك يا شوشة حبيبي. شوشة صح، منطقة صح. انا اوعى تكون شوشة انت اوعى تكون من كفر الدوار. اسمها ايه شوشة؟ من كفر الدوار يا مصطفى يوسف بيقول لي ربنا يوفقك. واحمد تيتا بيقول لي اخ من المعلق، يا لهوي تيت التطبيل يا راجل. اي ده اللاعب قبل ما تجيله الكوره يشكر فيه ويشكر في الفرقه كلها والله على الشباب ومش عارف ايه يا عم دي. شعبان زايد بيقول لي انت صوت جمهور نادي الزمالك، استمر. بشكركم يا جماعه والله، الكلام ده يعني وسام على صدري وبيخلينا بيشجعني اشتغل اكتر. والله انا بشكركم جدا. صح من ميت المخلص جنب شرشابه. حبيبي انا اعرف ناس كتيره من عيله شوشه من البحيره، حبايبي كتير يعني. بشكرك يا مصطفى على راسي، وبشكرك جدا، وشعبان ومصطفى واحمد تيدا وكل الناس اللي محترمه اللي معايا. انا فرد من جمهور الزمالك، والبوصله بتاعتي الشعار ده، وده المهم بالنسبه لي. التعليق الفني والكلام الفني ده امر طبيعي، في ناس بتتكلم احسن مني وبتفهم اكتر مني بس ما عندهاش مساحه. كل الدعم وان شاء الله الزمالك يصعد بدعاكم طبعا. بس بشكرك طبعا، وان شاء الله الزمالك يصعد. النصر رغم انه طبعا اقوى من الهلال وعلى الورق يكسبنا مستريح ويعدي وهيوصل، وبالتحكيم اللي شايفينه والكلام ده كله.
انا عرفت ان بلال علام كان بيعلق على الماتش النهارده، ومش عارف ازاي انا ما اتفرجتش على بلال علام. انا بالصدفه يعني، انا كنت هتجنن اللي عرفت ان بعد الماتش يعني المذيع ده اصلا كان قاعد موترني وخلاني اقول كميه الفاظ ما اتقالتش وانا بتفرج على الماتش. يعني الصراحه انا لما بتفرج على الماتش طبعا بقول حاجات ما بتتقالش، فخلاني اقول كميه الفاظ مع الزمالك. يعني انا هنا يمكن محترم شويه وممكن ده شايفاني، بس وانا بتفرج انا تقريبا ما حدش ينفع يتفرج معايا على الماتش، لاني بتفرج على القهوه بقول حاجات صعبه، في البيت بقول حاجات صعبه، ما حدش بيتفرج معايا باستثناء كريم ابني يعني بيستحمل. ما يعني المهم يعني كل حاجه ضدنا. احمد تيتي، انا قلت تيتي يا عم، انا قلت ايه يا عم تيتي؟ تيتي، وانا قلت تيتي والله اسف. تيتي حبيبي يا تيتي، حبايبي كلكم طبعا وكلكم على راسي، وبشكركم وبشكر كل اللي بيتفرج عليا. كل الناس يا جماعه اللي معانا تخش تشترك في قناه اليوتيوب، تعمل لنا لايك وسبسكرايب. المفروض تيتو، بس انت كاتب تيتي، ما تلخبطنيش بقى. انت كاتب تيتي، تيتو حط اي تي وحط او في الاخر. يا جماعه لينك القناه بتاع اليوتيوب في الصفحه كده في الاول، وحاطته لكم هنا في البث. كل يخش يعمل اشتراك كده، سبسكرايب ولايك عشان تدعمونا وبنكبر بيكم، وزي ما بتكبرونا هنا تكبرونا على اليوتيوب برضو. يعني الصفحه القناه على اليوتيوب عدت 6000 مشترك برضو، على دماغي وعلى راسي من فوق. محمد صلاح بيقول لي منور يا ابو كريم. حبيبي محمد صلاح منور يا ابو كريم، ده عارفني شخصيا. ابو كريم ده مين؟ محمد صلاح ممكن انا عشان قلت كريم قال لي ابو كريم، ماشي، ما بنورك يا ابو صلاح. احلى مسا عليك يا تيتي يا تيتو. انا هقول لك اللي مكتوب وعادي بغيرها، ممكن تخش بعد 60 يوم تغيرها. تفائلوا خير يا جماعه وخليكم ورا الفرقه، وان شاء الله قدام النصر نقدر نعمل حاجه كويسه. قول يا كريم، عايز تقول ايه؟ ايه التشكيلة المعينة اللي نلعب بيها قدام النصر عشان نقدر يعني نكسبه ان شاء الله؟ عايز نقول التشكيله دي يعني؟ انا هيحط كريم طبعا بيقول لي قول لي ايه التشكيله اللي ممكن تلعب بيها ماتش النصر عشان نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه. طب سؤال جميل جدا، محدش قالوا لي من الناس اللي معايا يا كريم، فبشكرك طبعا على السؤال ده. بس انا اصلا يعني باجل الكلام في الماتش بتاع اللي جاي عشان بس تبقى في الصوره كريم، لغايه يوم المباراه بقول رايي يعني وكده، عشان يبقى موضوع تاني. بس هقول لك طالما انت سالت السؤال وانت واحد من الجمهور طبعا، فلازم اقول لك ارد عليك. انا طبيعي كده يا جماعه، انا الدنيا سهله معايا وبسيطه يعني، مش معقد ولا حاجه، بتكلم عادي وبفتح قلبي عادي مع اصحابي ومع حبايبي. الصوره مش واضحه. صورتي انا ولا مش صورتك؟ صورتي انا. الصوت مش واضح والصوره يا جماعه اكتبوا لنا كده. محمد صلاح بيقول لي الصوره مش، البث فيه مشكله. حد يقول لي لو البث فيه مشكله، الصوره والصوت مش واضحين ولا حاجه، يبعت لنا كده. احنا خلاص قربنا نقفل يعني، فاقول لكم القصه. كريم بيسالني سؤال بيقول لي واضح ماشي يا شوشي. كريم بيسالني سؤال بيقول لي ايه هي الطريقه اللي ممكن الزمالك يلعب بيها مباراه النصر ونكسب ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه عشان نعدي للدور الثاني. انا برايي ان الزمالك محتاج في مباراه النصر ينفذ الطريقه. الماتش اللي جاي الرز هيشمت فينا. محمد صلاح حبيبي يا ابو صلاح كده عرفتك. طالما الرز هيشمت فينا، الرز ما بيشمتش، الرز محترم يعني ما بيشمتش جامد، هو بينفسم من تحت لتحت كده. صورتك انت تمام يا ابو صلاح، عرفتك خلاص. حبيبي ابو صلاح اخويا، حبيبي ابو صلاح. حبيبي الرز هيشمت فينا، الرز ده صاحبنا برضه. احمد تيتي بيقول لي عواد، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزه المسلوسي، احمد فتوح، عمر جابر، نداي لو جاي، شيكا، زيزو الجزيري. معاك في اللي انت قلته ده كله، بس هنستثني اسم واحد اللي هو نداي، وهندخل عمر جابر. ده التشكيل اللي هقول لك عليه، بس مش عواد طبعا، صبحي مكمل. ان شاء الله نكسب، مفيش حاجه صعبه طبعا يا شوشه، ان شاء الله هنكسب مفيش حاجه صعبه. انا بقول التشكيل، انا معاك يا تيتو في اللي انت تيتو باللي انت بتقوله. مصطفى شلق، حبيب ابو كريم، حبيبي يا ابو صلاح. محمد صبحي حراسه المرمى،
فتوح، ده شكلنا في الدفاع. فتوح باك ليفت، فتوح باك ليفت، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزه المسلوسي. نص الملعب دونجا، عمر جابر، معايا قصدي صبحي، اسف، تمام. دونجا، عمر جابر، شيكا، زيزو، نضاي لو جاهز. انا متحفظ على نضاي شويه، لكن نضاي عنده حاجه كويسه بتخدم الراجل، ان هو بيقدر ينزل في العمق شويه وبيدافع وعنده جهد بدني. هو مش مؤثر في الحته الهجوميه يعني قوي، وعنده مشاكل كتير، لكن الراجل عنده جهد بدني كويس جدا بيخدم الفريق وبطريقه يعني. لكن وطبعا الجزيري مفيش غيره، مع ان انا متحفظ. انا في لعيب بتمنى ان هو يكون جاب فورمه ونشوفه الشوط الثاني، هو اوباما. المهم المدرب ما يحطش هو التشكيل لو عايزين نفوز. امال مين اللي يحط التشكيل يا مظهر؟ انا اللي احط التشكيل ولا انت؟ ما هو المدرب اللي هيحط التشكيل، هو المدرب اللي هيحط التشكيل. فزي ما بقول لك التشكيل هنلعب عادي. صبحي، فتوح، الجزيري، المسلوسي، الزناري، عبد الغني. نص الملعب هيلعب بدونجا وعمر جابر، شيكا وزيزو. او انا افضل طبعا الماتش الجاي هل اوباما هيلعب الماتش الجاي؟ انا سمعت اللي هو مصاب ودخل القايمه، مش عارف، بس احتمال ممكن ويخش سيد نيمار والجزيري. واحنا مش معانا الكوره، زي ما الطريقه اللي نفذنا بيها قدام الشباب الشوط الاول اللي احنا كلنا بننزل تحت الكوره، ما عملنا لهمش اي خطوره، ما صوبوش اي تسديده على المرمى، ما دخلوش منطقه الجزاء، ما كانوش خطرين خالص. نلعب كده ان الجوده بتاعتهم اعلى. كلنا عارفين بروزوفيتش نزلت ماتش النهارده، تاليسكا، رونالدو، سلطان الغنام، فرقه بجوده رهيبه جدا. المدرب ده وش عارف هو عايز. الماتش اللي فات كان حاطط تشكيل حلو جدا، الماتش ده مش عارف ليه غير التشكيل. يا تيتي حسب المنافس اللي قدامك. فرقه الاتحاد المنستيري هو عارف ان فرقه عندها مشاكل وفرقه من شمال افريقيا وتقدر تلعبها وواخدين على الجو بتاعنا، ونزل بطريقته وهاجمهم وخد منهم الثلاثه بونت لان هي اضعف فرق المجموعه. المدرب ده قبل الماتش على فكره عارف ان الشباب فرقه قويه جدا. انت اتفاجئت، انا عن نفسي وهو اتصدموا بمستواهم لان انت خليت شكلهم سيء. المدرب دخل الماتش عارف ان نص ملعب فيه كويلار وفي بانيجا وفي هتان بهبري، كلنا عارفين الاسماء دي. لو لعبت بالطريقه واللي انت ضغطت عليهم بشكلك دوت وخطفوا الكوره منك، بانيجا بيرمي ثرو يأذيك. فالراجل لعب في التشكيل. لكن وعلى فكره الراجل دخل الماتش مع تشكيلته واضح عليها ان هو يعني احنا ما تاثرناش الشوط الاول. ما كانش لينا شكل هجومي غير باستثناء كورتين ثلاثه. فوتوح واحده عملها عرضيه غلط، او واحده شاطها غلط، واحده استقبلها بطريقه سلبيه اللي اداها لزيزو، اللي شيكابالا لعبها له طوليه لما نزل لعيب رقم 8 في الدقيقه 36 وبدات عندها الكوره. لكن الراجل طريقته نجحت ان هو حجم فريق الشباب بالكواليتي العالي اللي عنده. انت ما شفتهمش فريق كويس لان انت حجمتهم في حاجات قبل الماتش. الشباب في ماتش النصر لعب على النصر ماتش جامد جدا وكان كويس جدا. فالمدرب نجح. الشوط الثاني لما قلب الطريقه قدرت تستحوذ على الماتش وتهاجمهم وخليتهم طول الشوط الثاني في ال 18 ما قدرتش تسجل. رجع لظروف بقى، كوره جت في العارضه وما عندكش مهاجم كده. انا من رايي الشخصي التشكيل ما كانش وحش، انا معاك. هي ممكن بس راجعه لفكره لعيب. يعني ممكن انا كنت مكان السيسي كنت احط عمر جابر، لكن انا برضو في نقط بعذر فيها الراجل. ممكن عمر جابر لاعب من 48 ساعه، فالراجل مقرر ان هو ما يخسرش الجهد البدني بتاعه. مصطفى مظهر بيقول الماتش بتاع اللعيبه انت عليك تحط لعيبه الكوره اللي عندك في التشكيل، مش عايز تاليف ومش عايز اشوف سكر وسيسي والشغل ده. طبعا سيسي معاك فيه مليون في المية وسكر، بس الراجل بيدور على الروتيشن لان هو قال في المؤتمر انا لاعب من 48 ساعه. تابعوا تصريحات الراجل. الراجل قال في المؤتمر انا لاعب ماتش من 48 ساعه، فبالطبيعي ان انا اعمل روتيشن. على فكره كمان
اقسم بالله خشوا على القناه على اليوتيوب او هنا على الصفحه، فروا كده في الفيديوهات. اليوم اللي اتعاقد فيه مع الزمالك انا عملت فيديو عن الراجل، قلت الراجل ده بيعشق الروتيشن، الراجل ده مش بيألف، هو الراجل ده طبيعته، دي مدرسته، الراجل دي مدرسته ودي فلسفته. الراجل بيعشق الروتيشن، الراجل كل ماتش ليه تشكيل لانه بيلعب على المنافس وبيشتغل وبيحترم الشغف. انا لسه شايف فيديو لسانتي كلنا عارفينه، المصور احمد مصطفى كلنا عارفينه، عنده قناه على اليوتيوب طبعا وعنده الفيس بتاعه والتويتر كلنا عارفينه، يعني المصور المشهور صديق شيكابالا. قال لك الراجل من الحاجات اللي واصله له من جوه الفريق ان الراجل طبعا ده قاعد مع المعسكر، دي معلومات يعني اكيده، ان الراجل بيشتغل بشغف وبيلعب على الفرقه المنافسه بطريقه كبيره جدا. لان انت على فكره انت هنا مش بتلعب المحله والمقاولين والداخليه، فانت نازل انا الزمالك فاتح صدري وبقفل عليهم وبضغط عليهم وبكسب ومش عارف ايه والعب بطريقتي وبفرض اسلوبي عليهم. انت بتلاعب فرق بجوده اعلى وانت مشاكلك اكتر ولاعيبتك قليله فنيه. انا بكلمك بجد، الزمالك ما عندوش حلول، فدي الطريقه. احمد تي بعد كده ان شاء الله نكسب، قصدي على صبح واضح صورتي انا من رايي الشخصي التشكيل ما كانش وحش، ده مصطفى شوشه. احمد تيتي بيقول انا مش عارف زيزو ماضي عقد مع العارضه ولا ايه، هو مش ماضي عقد، هو ظروفه كده. زيزو سجل هدف الماتش اللي فات، انا ما بحبش الحكايات دي، لكن هو حظنا كده. هو الزمالك الزمالك يا جماعه زي ما قلت، انا معلش انا قطعت الحته دي اقولها لكم. كنت بتفرج على ماتش بارسا وريال مدريد اول امبارح بالليل، فالراجل شاف انشيلوتي شاف 5 كور عارضه، على طول قمت داخل على تويتر كتبت تويتر والناس اللي معايا شافتها. يعني انت ما شفتش حاجه يا ابني، الزمالك ده لو انت ما شفتش اي حاجه تعالى الزمالك شوفها. الزمالك اللي بيجيب في العارضه، الزمالك اللي الحكم بيصدمه بالطريقه دي فقط ويحجمه طول الماتش ده، فانت ما شفتش حاجه. فحته ان زيزو جاب في العارضه دي طبيعي، يعني الكرة ما خدمتناش والتفاصيل الصغيرة يا تيتي، في حاجات الجمهور مش عارفها المدرب بس اللي عارفها. طبعا ده قصدك يا شوشة. انا معاك في حاجات كتيرة انت كجمهور وانت قاعد بتتفرج عايز تشوفها، يعني انت عايز تشوف نفس الاداء اللي شفته في ماتش الاتحاد المنستيري قدام الشباب، وانت بتتحكم في الماتش وبتهاجم وبتضيع فرص وبتسجل 3 اهداف و4 اهداف، لكن ما بتحطش في بالك ان الجودة بتاعت الفريق ده اعلى. الفريق عنده 4 مدافعين خرسانات، النصر ما قدرش يسجل فيهم جون. عنده ياجور سانتوس ده مفيش لعيب في الزمالك كسب منه التحام، مفيش حد خد منه كرة هوائية، ما اتضربش في ولا كورة، لعيب كواليتي عالي جدا. فواز الصقور الباك اللي هو جاب البلانتي ده باك عالمي، فجودة عالية جدا. في حاجات ما تقدرش توصل لها، كمان الحاجات اللي ما تقدرش توصل لها جوه منك، عندك انت الجهد البدني بتاع اللعيبه. في فكره الراجل اشتغل عليها النهارده يا جماعه، وهي الراجل بيقسم المدير الفني الشاطر اللي انا بحترمه وبتكلم عليه كتير، اللي هو بيلعب على جزئيات في الماتش وبيقسم الماتش. الراجل لعب بالمجموعه اللي تقدر تدافع الشوط الاول، المجموعه اللي هي تقدر، لان في الدفاع انت ممكن تقدر تلعب باي حد لانك بترص لعيبه وبتفهمهم افكار محدده. انت هتقف هنا وهتضغط هنا، انت هتقف هنا وهتضغط هنا، لما بتقطع الكوره هتوصلها هنا. دي بتبقى فكرته من الراجل، فالراجل قدر يعمل كده. تفصيله صغيره بوظت له الكلام ده اللي هي البيلن، يعني لولا البيلن الزمالك مفيش كوره على الجون، مفيش اي حاجه اتعملت على الجون، والزمالك ما راحش. كان في تفصيله للزمالك ما وصلش للجون كتير، لكن وصلنا في اخر 5-6 دقايق من الشوط الاول. والشوط الثاني نزل بقى المجموعه اللي انت عايزها، اللي هو عمر جابر اللي هو اتحسن مع الراجل، يعني مع ان السيزون كله الجمهور بيشتم عمر جابر، لكن عمر جابر مع الراجل لما حطه في المكان بتاع نص الملعب. من رايك رمضان صبحي لو جه الزمالك ينفع وابوس رجل اي حد في الزمالك يقدر يلخل لعيب زي ده الزمالك. يا ريت
اي لعيب بالجوده وبالشخصيه دي اتمناه يخش الزمالك. عشان اكمل الحته بتاعت الشوط الثاني دي وهرجع لك تاني. الشوط الثاني الراجل بقى كان مقسم التفصيله ان هو الشوط الاول بيدافع ويقفل على فرقه بكواليتي عالي زي ما بقول لحضراتكم بتاعت الشباب بنص ملعبها، وهم هيقعوا بدني، وده اللي حصل. الشوط الثاني وقعوا بدني فوقفوا ورا وجابوا الهدف. اللي انا انزل المجموعه اللي بتهاجم، لاني لما هضغط بمجموعه بتهاجم عندها بعد فني اكبر، اللي هو عمر جابر واللي هو نيمار، معاهم فتوح وزيزو وشيكا. لكن برضو الكوره ما خدمتناش، الكوره جت في العارضه جون. على فكره اي حد متابع للدوري السعودي، انا واحد منهم، هيعرف ان الجون بتاع الشباب ده جون عالمي، ده جون منتخب كوريا الاساسي، جون عالمي عالمي عالمي. على فكره الكوره الاوفسايد اللي شيكا حطها دي كوره مش سهله جدا، كوره صعبه قوي. في كوره اوفسايد حطها له شيكا راح جابها، كوره صعبه قوي. الترن بتاعه والتيك اوف بتاعه ان هو ينزل بالطريقه دي على الارض ويطلعها، مش اي جون يعملها. الكوره بتاعت زيزو رايح معاها، الكوره بتاعت شيكا الصاروخ الراجل رايح معاها. الكوره اللي على الارض اللي اتحطت من فتوح يستهيأ لك الراجل رايح جابها بكل سهوله. لكن هو عشان راجل عنده كواليتي عالي وجون عالمي، حسسك ان الكوره دي كلها سهله، حسسك ان ما تجيب لي منديل يا كريم معلش، حسسك ان الكور دي كلها سهله، حسسك ان الكور دي كلها عاديه. فالعمليه يا جماعه كده صعبه. احمد تيتي بيقول لي من رايك لو رمضان صبحي جه الزمالك ينفع؟ رمضان صبحي لعيب كبير جدا، رمضان صبحي لعيب كبير جدا، رمضان صبحي لعيب كبير جدا. رمضان صبحي لو جه الزمالك هيفيدنا 10 15 سنه قدامه، مش هيطلع من النادي وهنمسك فيه. لعيب جوده، صفقه هتبقى هايله، صفقه هتبقى مهمه جدا، صفقه هتبقى جماهيريه بشكل كويس جدا. عنده حلول في الملعب، لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده شخصيه جدا. اسف معلش بس اتكلمت بطريقه اتحمست معاكم في الكلام شويه. لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده جوده، لعيب عنده امكانيات فظيعه. فلو جه الزمالك اتمنى يجي الزمالك، واتمنى هيفرق معانا جدا بشخصيته بالكواليتي بتاعه، ويعني بطريقه كبيره جدا. على الاقل هيبقى عندنا وينج وبديله في الناحيه اليمين، يبقى عندنا وينج وبديله، زيزو يمين وبديله شيكا، لان شيكا مش هيقدر يديك ده ردا على السؤال اللي بيتقول اتمنى شيكا ما يبداش الشوط الاول، شيكا ينزل الشوط الثاني يغير شكل الزمالك. الكلام ده على الماتش الجاي انا معاك، لكن شيكا بيبتدي الماتش عادي وبيقدم حلول في الماتش عادي. شيكا الماتش اللي فات كان اساسي يا جماعه وعمل اسيست، اخطر الكور كانت من عنده. الماتش ده الشوط الاول الحل كله كان عند شيكا، هو اللي عمل الكره بتاعت فتوح وهو اللي غير الترن بتاع زيزو. فشيكا شيكا عادي يبتدي، لكن ما تقدرش يعني تستنى منه كل حاجه، لان الجزء البدني والعامل عليه مسؤوليه كبيره. فشيكا معاك يبتدي الشوط الثاني، وشيكا مش هتقدر تحمله كل الماتشات، ماتشات معينه هيبدا وماتشات كلها يبقى احتياطي. فوجود يا تيتي السؤال ده بتاع رمضان مجاوب على السؤال الثاني. انت الجنب الشمال هيبقى عندك رمضان صبحي الوينج الاساسي بتاعك، او الهاف سبيس في فكره الراجل اللي هو بيلعب بوينج وواحد جنبه، يعني اللي هو بيلعب مثلا بين داي وشيكا ومصطفى شلبي وزيزو. هيبقى عندك مصطفى شلبي وزيزو، او مصطفى شلبي ورمضان صبحي. لو بيلعب بوينج واحد خلاص رمضان صبحي موجود ومصطفى شلبي بديله. الناحيه الثانيه زيزو اساسي وشيكا بديله. موضوع سهل والموضوع بسيط، صفقه واحده وينج واحد ينقل لك المجموعه اللي قدام. المجموعه اللي ورا محتاج لعيب رقم 8 في لعبه في فكره الراجل، او لعيب رقم 6 عنده كوره. الزمالك ما عندوش لعيب في نص الملعب بيعرف يلعب كوره، ودي ما بتحصلش. ولدرجه ان الراجل جاب فتوح الباك الشمال حطه في نص الملعب عشان هو الوحيد اللي عنده كواليتي. الموضوع بسيط جدا. لو انت كمدرب تختار عوده بن شرقي ولا رمضان صبحي؟ الاثنين المشكله لو انا مدرب اجيب الاثنين، لكن لو بتخير ما بين الاثنين اجيب رمضان. بن شرقي لعيب كبير
ولاعيب محترم جدا وانا بعشقه، من احسن اللعيبه اللي دخلت في الزمالك محترفين هو فرجاني ساسي. ما اعتقدش ان الزمالك دخل كواليتي زيهم في الفتره الاخيره. لكن رمضان سن فتوح، سن صبحي، فرقه تلعب 10 سنين، 25 سنه، 24 سنه، 25 سنه بتوع الاولمبياد دول. الاولمبياد كانت السنه اللي فاتت 23، يعني 24 سنه السنه دي، يلعبوا 10 سنين في الفرقه مستريح. طبعا لو في حد بيفكر صح. مازن بيقول لي هو الزمالك فيه فلوس يجيب رمضان؟ ولا رجل رمضان حتى. ولا حتى رجل رمضان يا عم سام. الله العظيم ثلاثة. بص، واحد بيسأل سؤال وواحد بيحزننا. والله احنا في قمة البؤس من المعاناة. الراجل المسؤول الفني الأول عن نادي الزمالك كل يوم في برنامج الرومانتادا ميدو امبارح طالع قال العيال المأجورة والعيال اللي بتتكلم ومش عارف ايه. أنا انسحبت من صفقة رضا سليم عشان أول ما تعاقد لأني مش هقدر أجيبه. الزمالك انسحبت من ممدوح عباس خرب النادي. طبعا ممدوح عباس خرب النادي. طب واللي موجود دلوقتي عامل ايه في النادي؟ هتكلم بصراحه يا عم احمد. ممدوح عباس خرب النادي، واللي ممدوح عباس مش موجود. فين ممدوح عباس؟ ممدوح عباس من اساسيات خراب النادي من ساعه دخوله هو ومرتضى منصور في 2005. لا يصح الا الصحيح، والكلام كله من هنا بقى. من 2005 دخول ممدوح عباس ومرتضى منصور في صراع كرسي النادي اتدمر. اي حاجه حصلت السنين اللي فاتت دي بالصدفه. الزمالك ما خدش الدوري اللي فات ده بتخطيط، ولا الدوري اللي قبله بتخطيط. الزمالك خد الدوري اللي فات من اول الكونفدراليه لغايه الدوري اللي فات عشان الزمالك عمل فريق كويس في 2019 مع مدرب كويس اسمه جروس، وجاب مجموعه لعيبه عندها كواليتي في 2019 اللي هو مع طبعا وجود الونش، طارق حامد، مصطفى الونش وطارق حامد وكهربا كان كواليتي. الراجل الزمالك دخله فرجاني، ابراهيم حسن. فعلا مرتضى لو فضل في الرئاسه مش هيبقى فيه زمالك. الراجل بيضيع النادي يوم ورا التاني. في 2019 الزمالك دخل السيزون بجروسي مدير فني، وعنده جنش، ابو جبل، لا اسف، عنده جنش، عماد السيد، وعمر صلاح في الجون، الونش، عبد الغني، عبد السلام، محمود علاء. الباك ليفت كان عندنا عبد الله جمعه، جروس عمل منه نسخه عالميه، اوباما نسخه عالميه، دخل عليهم فرجاني ساسي كواليتي عالي، ابراهيم حسن عمل سيزون خرافي وهداف الكونفدراليه، كهربا. في يناير جبنا زيزو للراجل مع وجود حميد احداد وخالد بوطيب اللي جه كده. قدرنا ناخد الكونفدراليه وننافس الدوري وننافس على الدوري لغايه اما مرتضى دخل بمناخيره في الراجل ومشاه، وخالد جلال مسك الفرقه فخسرنا الدوري. بعديها الزمالك دخل سيزون 2020 زود الجوده برجوع شيكا وعبد الشافي ودخول بن شرقي، محمد عواد، ابو جبل. فاكرين انتوا القصه؟ فاكرين القصه؟ الزمالك عمل ميركاتو في الوقت ده عالمي مع اوناجم ورجوع مصطفى محمد من الاعاره. انا مشكلتي الزمالك ده يعني معايا في التاريخ ما بنساهوش، واللي بيعمل حاجه صح في وقت معين حتى لو هو مين. فانا كنت في الفتره دي بشكر في امير مرتضى والشغل اللي عمله، رغم اني كنت عارف ان القصه دي كلها كانت مدعومه بفلوس تركي آل الشيخ وبالفكره اللي كسبها مرتضى منصور من تركي آل الشيخ بعد حربه مع الخطيب. دي الصراحه. لكن بعدها ايه اللي حصل؟ ابتدينا نعمل كل شيء عشان ندمر الفرقه دي ونفرغها. الفرقه دي بدون مستحقات، بدون رئيس نادي، بدون قيد، بدون
اي حاجه بلجان عشان يتعمل فريق كويس. وصلت نهائي يعني كونفدراليه 19، نهائي 2020، 2 سوبر في شهر يناير 2020، واحد في ابو ظبي وواحد في قطر، 2021 دوري، 2022 دوري وكاس 21. كل ده وانت بتفرغ الفرقه، كل ده وانت بتخسر لعيبه، كل ده بيحصل وانت بتخسر لعيبه، بس عشان كنت عامل فريق بكواليتي وجبت مدرب عالمي زي فريرا عمل لك من الفسيخ شربات، طلع شويه عيال وجمعهم مع بعض مع الكواليتي اللي عندك، الونش وفتوح وامام عاشور وزيزو وشيكا والجزيري وبن شرقي، مع شويه بدلاء اسلام جابر ومع طارق حامد في اول السيزون وابو جبل. كل ده حصل، قدرت تكسب وتمشي والدنيا مشيت معاك. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ كل ده اتفرغ، كل ده ضاع مننا بسبب الإدارة السيئة. الزمالك بعد وقفه قيد لموسم اللي فات وفرقة بطل، فرقة بطل دوري وكاس، وداخل ميركاتو بتدعم فريق بطل، خليته فريق ينهار بسامسون ونداي والسيسي وعمر جابر شلبي دونجا. ممكن تطلع من 10 صفقات اتعملوا ب6 مليون دولار، ومش كلام بقوله كده، ب6 مليون دولار لعيب قدم لك اضافه. مفيش لعيب واو، في لعيب ممكن تستند عليه، يعني مصطفى شلبي ممكن يجي منه، دونجا كان عنده مشاكل اول ما جه بس ممكن يجي منه، محمد صبحي الجون لعيب صغير وكان منتخب اولمبي رجعته فيجي منه. لكن الباقي حرفيا مش موجودين. سامسون او الزمالك اول نادي يدفع فيه فلوس. فاي مشكله، عشان ارجع لاول اللايف، اي مشكله كانت سببها الاداره، واي مشكله كانت سببها الاداره، والمشكله كلها كانت عند الاداره، هي اللي وصلت الزمالك. ومع مرور الموسم كلنا شفنا الزمالك 29-12 كان اول الدوري، فرق الاهداف عن الاهلي. رحنا اسوان اتغلبنا ماتش عادي ممكن نتغلب من اي فرقه، طلعوا في القناه يهاجموا المدير الفني، انت بتوقف طارق يحيى غلط، جمال عبد الحميد غلط. الماتش الداخليه طلع مرتضى منصور فتوح بيحشش وعبد الله جمعه بيتكيف، الكلام العبيط اللي كلنا شفناه. مسمار في دار الفرقه في الفريق، مسمار في فريرا انتوا بتتكلموا عليه، وكل ده واللعيبه ما بتقبضش، ما عملناش ولا صفقه، ما بندعمش. يناير عمال يمشي، يناير يمشي بينا، وعمالين نضرب في مسمار في مسمار. هوبا مشي فريرا، هوبا رجع هوبا مشي فريرا، بيع امام، جيب 3 صفقات عيانين، منسي بالحج شبانه. على فكره بقى لو ركزت في التركايه دي هتلاقي ان فريرا مشي يوم 26 بعد ماتش المحله، او ماتش المحله. احنا بعنا امام، جبنا شبانه، جبنا بالحج، جبنا ناصر منسي. لما رجع فريرا ما لعبش ولا واحد من الثلاثه، ولما جه اوسوريو ما لعبش ولا واحد من الثلاثه. نشتغل غلط. لو فريرا غلط وعنده وجهه نظر معينه في لعيبه، هل اوسوريو برضه نفس القصه؟ طبعا لا، طبعا لا. فهي قصه بحته. المسامير اللي قعدت تتضرب في الفرقه دي، بيع امام بالطريقه السلبيه، دخول لعيبه سيئه، مع مرورا في الموسم، حبس، في عزل، في عدم استقرار، في كذا في كذا في كذا. مفيش نادي في العالم يا جماعه يستحمل الكلام ده كله، مفيش نادي في العالم يقدر يمشي. انا النادي ده مستمر وموجود عشان احنا، النادي ده موجود عشان احنا، عشان الجمهور اللي وراه، عشان الجمهور اللي بيقف عنده، عشان الجمهور اللي بيزق في اللعيبه في الاستاد في اي مكان بيروحوه، بس مش اكتر. نكتفي بهذا القدر النهارده. مش عارف دخلنا في قد ايه كده، دخلنا في موضوع طويل أوي بقالنا كتير. الكهرباء ما قطعتش النهارده وملهاش ميعاد بعد الميعاد. هارد لك طبعا النهارده. بشكركم، يا ريت كل اللي معانا يعمل لنا لايك وشير. بشكر كل اخواتي في الصفحه هنا وفي اليوتيوب اللي مدعمينا واقفين جنبنا، وكل اللي بيعلقوا وكل اللي يتفرجوا عليا وكل اللي لسه هيتفرجوا عليا وكل اللي هيتابع البث بعد كده.
بشكرهم شكرا جزيلا. عايز ابعت بوسه لكل واحد وشكر لكل واحد بيدعمونا بيقفوا جنبنا. متنسوناش في الشير واللايك. يومكم سعيد ويومكم جميل. نتمنى الزمالك يتأهل ان شاء الله ويقدم ماتش كويس قدام النصر. هنقول لكم هنطلع معاكم بكره وبعده ان شاء الله نتكلم عن النصر شويه ونتكلم على مشاكله وعيوبه وازاي نلعبه ونحلل لكم الماتش. وطبعا نتمنى الخير لنادينا ونتمنى التوفيق لنادينا دايما. بشكركم طبعا وبشكر كل اللي كان معايا، ومهما طبعا هقول ومهما هعمل مش هقدر اوفيكم حقكم. بترفعوا في اسمنا وبتدونا حاجات اكبر مننا بكتير، الحاجات اللي بتجيلي في التعليقات والحاجات اللي بتجيلي على الخاص والحاجات اللي بتجيلي الشخصية. فبشكركم جدا اخواتي الزملكاوية، ويومكم جميل ان شاء الله وصباحكم خير. وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.